يظل الديانون هني في وقت الابتلاء، هل تلتزم بالدين او لا تلتزم بالدين؟ اذا اختلفت مع فلان وفلان تحتكم الى الله او لا تحتكم الى الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انا المفروض انا اعبد الله سبحانه وتعالى، بالتالي ما اتوجه لمجرد اختلفت فلان خلاص اطلع كل الاشياء اللي يمارسون الاخرين غير ملتزمين انا امارس نفس الشيء. شنو قيمة الالتزامي؟ الجانب الاخر الاختلافات. اليوم احنا حولنا الاختلافات الى يعني الفكرة. هل هناك اختلاف الفكرة مقاطعة ومشاركة؟ صار كان دين في مقابل دين، وصارت المقاطعة شر مطلق ينبغي نحارب، والمشاركة شر مطلق ينبغي نحارب. في الاخير احنا نقول من زمان نكرر ترى يا اخوان، المقاطعة هي اسلوب من اساليب العمل السياسي، والمشاركة هي اسلوب من اساليب العمل السياسي. لا المشاركة شر مطلق ولا المقاطعة شر مطلق. احنا لا ينبغي ان نناقش في اصل المقاطعة والمشاركة وفلان مشارك وفلان مقاطع، لانها ليست قضايا مبدئية، هي اساليب من اساليب العمل، ولكن اسلوب العمل يتبع ويش؟ يتبع المنهج ويتبع الاهداف الاستراتيجية الموضوعة للناس. علينا ان نتوافق في الاهداف الاستراتيجية، ان نبحث عن توافق في الاهداف الاستراتيجية، ماذا نريد كلنا، هذا اللازم ينبغي ان نتوافق عليه، وينبغي ان يكون نقاش فيه، حتى يجي بعد ذلك اذا عرفنا ان هذه اهدافنا نجي نقول هذه الاهداف تتحقق من خلال مشاركتنا ومن خلال مقاطعتنا. ايضا ينبغي حين نتخذ هذا القرار او ذاك ان ننظر الى الظروف الموضوعية المحيطة بالموضوع. اليوم انت تتعامل مع نظام عادل لو نظام ظالم، حكومة جائرة تمتص دماء الفقراء والمحرومين لو حكومة عدل الهي، تتعامل مع نظام يحترم الانسان لو يهين الانسان بكل يوم، تتعامل مع نظام يمارس عملية مؤامرات وحياكة مؤامرات ضد الشعب لو لا فعلا يسعى من اجل نهضة المواطن ومن اجل كرامة المواطن. ما يصير الحكي كله يلغى واجي اتكلم بس اشارك لو اقاطع. العناوين تتبع الهدف، وبالتالي علينا كلنا مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى، لان مسألة المشاركة او المقاطعة كعنوان الاسلوب تبعا للهدف الاستراتيجي مسؤولية الجميع، مسؤوليتنا كلنا، مسؤولية شعب، مسؤولية امة. ما يصير نحول هالمسؤوليات ونحول هذا الحق لكل انسان من حق الى ممارسة ضغط، اما تصير مقاطع ولا انت مجرم، او العكس، او يصير مشارك ولا انت مجرم. يعني قريت بعض كتاب حاسبين روحهم على المعارضة وهم يوم من الايام يوم كانوا معارضة، اما حين صاروا فلك الحكومة يمشون يسبحون ويلمعون، وبعد بيجي خاطبك وكأنه يريد يعتبر ان المقاطعة جريمة لا تغتفر، مخالفا بذلك منهج رسول الله صلى الله عليه وآله ومنهج اهل البيت سلام الله عليهم في التأسيس. يعني كان ما نريد نقول ان اهل البيت كلكم غلطانين يوم تقاطعون النظام الاموي ويوم تقاطعون النظام العباسي. لو انا كلامي غير صحيح ما قاطعوا، كانوا كلش مندمجين ويا الخلافة العباسية ومندمجين ويا الخلافة الاموية. نقول هالكلام عن الائمة؟ اي واحد يجيني يقول لي تفضل، يقول نعم اهل البيت الائمة الاطهار كلهم كانوا كل الحكومات وقابلين بكل اجندة الحكومات، هذا صحيح نقوله؟ اذا واحد يقوله معناه يريد يتهم اهل البيت بانهم لا هم معصومين وانهم مع الظالم ضد المظلوم. يصير اقرب الناس اللي صار ولي عهد
وهو الامام الرضا سلام الله عليه. مع ذلك اقرأوا نصوص اللي قالها، اقرأوا الاحتكاكات، الكلام اللي صار بينه وبين المأمون العباسي وصل الى درجة التهديد بالقتل الى الامام، لانه ما يريد يقبل ولاية العهد، لانه يعرف ان هذه مجرد مصيدة لعبة سياسية. ذاك يبقى من خلالها يعرف ان المعركة كبيرة عليه، ويعرف ان حجم الفتنة كبير ما يقدر يتحمله، فيريد يقحم الامام حتى شوية يمتص النقمة الموجودة ضده، كما تفعل الانظمة الان. جيبوا فلان عشان يعطيني شرعية، وتالي على كيفه يلعب، على كيفه يسوي كل شيء. لان في الاخير انت ينبغي ان تنظر هي كلها موازين، ما ينبغي بس فقط ان اقرأ المشاركة. ولذلك اذا كانت هذه المقاطعة والمشاركة اسلوب من اساليب العمل، نظل ندخل في حرب طاحنة ضد بعضنا البعض، لان في من يفكر بالمقاطعة وهناك من يفكر بالمشاركة. اذا كنا نعتقد، اذا كنا ننطلق من رؤية اسلامية حقيقية وعندنا اخلاص لله، اذا عندنا اخلاص لله وعندنا اخلاص للوطن ولاهل الوطن، ونريد مصلحة الناس بعد رضا الله سبحانه وتعالى واجواءنا اسلامية، تعرفوا ايش بتصير؟ تصير مثل مؤتمر شعبي، نسوي لقاءات مختلطة، جيبوا المقاطعين وجيبوا المشاركين، خليه يتكلم وخليه يتكلم وخليه يسمعون الجميع، وفي التالي تتشكل القناعات. واخذها فلان على كيف يعني المشاركة، وفلان اخذها على المقاطعة على كيف، مو كذي. الاساس ان هذا حق من حقوق المواطن، حق المواطن ان نبين ليه، تقول ليه ليش المقاطعة، ليش المشاركة كاسلوب وليست منهجا في مقابل منهج حتى نسقط بعضنا البعض، وليست دين في مقابل دين، وليست هدف في مقابل هدف. لذلك ما تبص شوية ننظر عن النظرة العاقلة العلمية الموضوعية الى الامور. تعالوا نخلق اجواء هادئة. في الاخير المقاطع ينبغي ان يكون انسان شريف غرض تحقيق مصلحة الشعب بعد رضا الله سبحانه وتعالى، والمفروض ان يكون مشارك ايضا يكون هذا هدفه. اذا الهدف الاثنين نفس الشيء، فلماذا الصراع فيما بيننا؟ تقول هي نظرة اننا انا اقول من حق المواطن ان يعرف تقييم هذا الموضوع حتى في الاخير نتخذ القرار. خلي يسمعون الكل، وتالي تفضل قولوا للناس. مو قال طالب الحكومات بالديمقراطية، مو عين قاعد نقول للحكومات ان اعطونا حق المشاركة في الرأي. لماذا نحرم انفسنا البعض، نحرم انفسنا من هذه الديمقراطية؟ لماذا تملى علينا المقاطعة او المشاركة؟ لماذا تلغى عقول الناس من ممارسة حقها الطبيعي؟ لذلك انا ادعو بصدق، اذا كنا فعلا هالمنطلقات واضحة عند الجميع سواء كان الرموز او جمعيات، اذا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى وكنا فعلا نسعى من اجل تحقيق رضا الله ومن اجل تحقيق مصلحة المجتمع، تعالوا يا المشاركين وتعالوا المقاطعين، جيبوا كل اللي عندكم وجيبوا لي كل اللي عندكم، واترك الناس تفكر وتشوف اي الخيارين هو اللي بيحقق مصلحتها بعد رضا الله سبحانه وتعالى. اما نجي كل واحد بس يبغى يسقط، فمن الان معركة بنخلقها وبنسقط بعضنا البعض، وما بنسمع لفلان يجي ديرتنا، ولا بنسمع لفلان يصلي في المسجد ولا يتواجد ولا يخاطب الناس. لازم بس احنا نخاطب الناس. هي معركة شيطانية وليست معركة الهية. الان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياخذ الناس بالسكتة والسكيتي ومن تحت الكواليس ويفرض عليهم رأي سياسي، لو يأتي ويأخذ آراءهم كله. النبي محمد صلى الله عليه وآله يعمل بعد في أكثر من هو تسديدا من محمد صلى الله عليه وآله. هذا القرآن يقول شاورهم في الأمر، شاورهم في شؤون دنياهم، في مجتمعهم، في سياستهم، في عسكريتهم. قرار اللي اتخذ في أحد قرار منه. النبي محمد صلى الله عليه وآله كان رأيه أن تكون المعركة من داخل المدينة، هذا رأي النبي محمد صلى الله عليه وآله. وكذلك الكبار في السن،
ولكن الشباب